فوز مهم قوي للاهلي على سموحه في سموحه علشان النادي الاهلي يتصدر ترتيب الدوري ب 36 نقطه ويتفوق على سيراميكا اللي بقى عنده 35 نقطه والزمالك وبيراميدز اللي كل واحد فيهم عنده 34 نقطه. بس الفوز الحقيقي النهارده للاهلي هو يوسف بالعمري اللي هيعوض النادي الاهلي على علي معلول. ايوه اللاعب ده هيعوض النادي الاهلي على علي معلول. لو تفتكروا معايا في سنه من السنين كان ليفربول ومانشستر سيتي بيتنافسوا على الدوري بنفس النقط لحد ما وصلوا في اخر اسبوع في الدوري الانجليزي، وكانت كل الناس قاعده بتتفرج على الماتشات بتاعه الليفر والسيتي اللي كانوا بيتلعبوا في نفس الوقت علشان يعرفوا مين اللي هيفوز بالدوري. قول لي بقى هيبقى شعورك ايه لما تشوف ده عندك في الدوري المصري؟ ايوه ما انت عندك دلوقتي التوب 4 فوق كلهم قريبين من بعض في النقط وكلهم بيتنافسوا على الدوري. فهل تفتكر ان احنا ممكن نشوف المشهد ده عندنا هنا في الدوري المصري مثلا بين بيراميدز والاهلي او بين الاهلي والزمالك؟ هل تفتكروا ممكن نشوف ده؟ انا عن نفسي متحمس ان انا اشوف ده قوي عشان احنا كده بدانا نمشي صح. بس اللي مش عاجبني بصراحه في الدوري الفرق اللي هتهبط زي الاسماعيلي فريق ما ينفعش يهبط. فالحل مع الاسماعيلي انه يتم دمج الفرق الاستثماريه مع الفرق الجماهيريه عشان الفرق اللي عندها جماهير وما عندهاش فلوس تقدر تلعب ويبقى عندها نفوذ بعد ما تعمل معاها دمج. فيا ريت نشوف ده. بس النهارده الهدف اللي النادي الاهلي جابه كان امام عاشور سبب كبير قوي في الهدف علشان هو جيب الكوره فتح مساحه وبعد كده بصل مروان عطيه ومروان عطيه لعب لبالعمري وبالعمري خد القرار ان هو هيلم اللاعب ويشوط عشان مروان اوتاكا يعمل متابعه مهمه قوي ويسجل هدف الفوز للنادي الاهلي اللي خلاه في الصداره. لا كده الدوري ولع بمعنى الكلمه. النهارده في ماتشات مهمه ان شاء الله. بيراميدز تفوز النهارده على غزل المحله في المحله ونشوف الزمالك يمكن يتعادل مع زد ويتعطل شويه او سيراميكا نشوف ويمكن الاسماعيلي يعملها ويتعادل معاه. بالتوفيق لبيراميدز وان شاء الله الدوري ده بتاعنا.